بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة هعمل لكم وجبة جميلة جدا وشتوية برضو بتدفي، وهي عبارة عن طبق البيض بالعجوة. انا مش قادرة اقول لكم على طعامة وجمال الطبق ده، بس تقريبا في ناس كتير ما تعرفهوش حتى جوه مصر. في ناس تستغرب يعني ايه بيض وعليه عجوة، ويعني ايه عجوة وعليها بيض، ازاي حلو وحادق مع بعض. بس صدقوني لو جربتوه هتحبوه جدا جدا. طبعا انا بحط معلقة زبدة او سمنة بلدي يا ريت، بس انا الحقيقة مستخدمة سمنة فيرن، ما عنديش بلدي. وبحط العجوة متفصصة، انا بجيب كيلو العجوة وبفصصه كله وبحطه في علبة عندي في التلاجة، ووقت ما بحب بستخدم. طبعا في البرد الجامد ده ممكن تسيبوها برا التلاجة مش هيجرى لها حاجة. وبحط العجوة في السمنة وبفضل اقلبها كده وادعكها، هي بتطرى طبعا مع السمنة ومع السخونية. وبعد ما بتستوي كده وبتاخد لون جميل زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي بقى احط لها البيض. طبعا بستخدم برضو بيض بلدي لان هي حلاوتها وطعمتها في البلدي، البيض البلدي والسمنة البلدي والكلام ده كله. فدلوقتي هي خلاص اهي اتحمرت وخدت لون جميل، اللي هو عارفين قلب العجواية، قلب التمراية نفسه يكون خلاص بقى لونه ذهبي. هي كده تعرفي ان هي خلاص استوت، ولو زودنا عن كده هتنشف وتقرمش. فدلوقتي هنضيف بقى عليها البيض. انا بحب اشيلها شوية من على النار كده على بال ما اكسر عليها البيض. انا بصراحة المقدار ده هحط عليه بيضة واحدة. بعمل كده وببتدي ادعكه كله في العجوة كده. طبعا البيض هيستوي فيها من السخونية بتاعة العجوة. ببتدي اوزعه كده على قد ما اقدر. طبعا هو البيض ده قليل بالنسبة للعجوة، المفروض نحط 2، بس انا الحقيقة ما بحبش البيض الكتير، بحب البيض يكون اقل من العجوة كده. نتأكد طبعا ان البيض استوى كويس علشان يبقى صحي. ايوه كده خلاص. هنبتدي بقى ننزله في الطبق. انا بس بتأكد ان البيض استوى كويس علشان اي حاجة مش مستوية ما بتبقاش صحية ابدا علينا. كده خلاص بنزل الحاجة اللي على الشوكة. انا مضطر طبعا اعمل بشوكة عشان المعلقة الخشب مش بتساعدني في التبال ده. لما حاجة هنزل بالمعلقة الخشب. اطفي النار. نسيت اقول لكم ان انا النهارده هنا في شقتي مش عند والدتي. النهارده الخميس زي ما قلت لكم. وبكده نكون قدمنا احلى طبق بيض بالعجوة يدفينا في الشتاء والجو البرد قوي ده. اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.